لقيت الخبر ده هقراه على حضراتكم. وجه عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة العليا لتهيئة العودة للخرطوم إبراهيم جابر لجنة ضبط الأمن بعدم التواني في ترحيل الأجانب واللاجئين غير المقننين إلى بلدانهم، ومعسكرات اللجوء تكون خارج الخرطوم. كما ناشد المواطنين بالامتناع عن تشغيل اللاجئين أو تأجير المنازل ليهم لمن لا يحمل إقامات رسمية الكلام ده وفقا لوكالة أنباء السودان. يعني يا ريت ناخد كلام الراجل الطيب ده وننفذه بقى في مصر، يعني ولا ايه؟ ولا مصر ملهاش حق تعمل قوانين وتعمل تنظم بلدها، بدل ما الهجمة اللي عاملينها السودانيين وهم اشتركوا معاهم السوريين وقاعدين يلحقوا بمصر بترحل قسري، الحقوا مصر بتمشي الناس. طب ما حقها تمشي الناس، انت حضرتك مش مقنن، هتقعد ليه؟ واحمد ربنا ان احنا عايزين برضو بنطالب ان هم يبقوا خارج العاصمه، يبقى ليهم معسكرات لجوء زي ما الراجل الطيب ده قال يعني. لكن احنا سايبينهم يلا قاعدين جوه البلد وبيعملوا اللي هم عايزينه. يعني مصر دولة كبيرة، يعني مش معقولة هي مش هتعمل قرارات زي كده، يعني في حين ان هم يعني هم قاعدين شغالين، قاعدين لسه بيقولوا يا هادي وعندهم حرب لسه خالصة، وبيقول اهو قرارات الراجل اهو، يعني ما نعمل زيه يعني، ولا احنا ايه؟